الممثل جان يمان يرد بعد إهانته معجب، وممثلة شراب توت غاضبة لمنع عرض المسلسلات التركية وعودة شخصية بيلين لإنقاذ مسلسل طائر الرفرف. لمعرفة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها خليكم معنا. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل التركي جان يامان أثار غضب الكثيرين، بحيث جاء أحد المعجبين إليه ليلتقط صورة سيلفي أثناء تواجده في السيارة، فاقترب المعجب من السيارة وأعطى هاتفه لجان، فغضب الأخير وقام بتكسير الهاتف وتحطيمه برميه على الأرض بقوة. لكن تصرف الممثل جان يامان السيء على حد تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يمر مرور الكرام، أين انهالت عليه العديد من التعليقات منها المهاجمة والسلبية، أيضا واصفين تصرفه بأنه عدم احترام لفانزه ولمحبيه. من جانبه رد الممثل التركي جان يامان على الانتقادات التي تلقاها من قبل الجمهور بعد التصرف المسيء لها تجاه أحد المعجبين، حيث قال هذا الشخص كان يتصرف بوقاحة منذ البداية، لم يطلب الإذن للتصوير حتى أنه لم يقل مرحبا. لم يمر التعليق الذي أدلت به الممثلة التركية إيفريم ألاسيا مرور الكرام، وذلك بعدما رفضت حالة الحداد التي أعلنتها الدولة ل3 أيام في تركيا، حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في القصف على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. وكتبت إيفريم: توفي أكثر من 50,000 شخص بسبب الزلازل في تركيا، هل رأيتم دولة عربية أعلنت الحداد؟ تصريح الفنانة إفريم عرضها لموجة من الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين، إلا أن قناة شو تي في والمنتج فاروق تورغوت كان مع موقفها ولم يلتزموا بالحداد الوطني، حيث تم عرض حلقة شراب التوت بصفة عادية. هذا وكانت تركيا قد أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقد تم تأجيل عرض جميع المسلسلات إلى الأسبوع القادم. على الرغم من انطلاقته القوية، إلا أن مسلسل طائر أرفرف في موسمه الثاني لم يستطع أن يحافظ على المرتبة الأولى وتفوقه على كل المسلسلات ليلة الجمعة خلال عرضه، بل شهد على تراجع مخيف هدد العمل ككل. وقد تفاجأ صناع المسلسل بانخفاض نسب مشاهدة المسلسل بعد عرض عدة حلقات، الأمر الذي دفع بشركة الإنتاج إلى اتخاذ قرارها العاجل بإعادة شخصية إيبيلين وأمها إلى العمل بهدف رفع منسوب التشويق. لكن فانز العمل تساءل كيف تعود شخصية بيلين وقد رمت بنفسها في البحر في الجزء الأول، فيما استغرب العديد إفلاس الكاتب في خلق أحداث جديدة وتحريك عجلة السيناريو حتى يصل به اليأس لإرجاع شخصية انتهى دورها، حتى أن شخصية بيلين كانت منبوذة في الموسم الأول. ليس هذا وفقط، كيف لكاتب العمل أن يسحب على مرض فريد النفسي الذي هو أساس القصة؟ الظاهر أن زوجان أنجين ألتان وناسلي شاه يقضيان إجازة سعيدة في المملكة العربية السعودية، ومع مشاركة الصور الأول لهما على ستوري انستغرام مع المتابعين التي أوضحت الأماكن التي قاموا بزيارتها ومنها المدينة المنورة والعلا، حيث تناقل المتابعين على السوشيال ميديا صورهما بكثرة واهتمام كبير، ووضعوا هاشتاج يحمل اسمه بالعربي والتركي. ورغم اعتقاد البعض أن نجم مسلسل أرطغرل جاء للعمرة في السعودية، إلا أنه في الحقيقة جاء للسياحة.